ساعات واحنا بنتكلم بالانجليزي بيقابلنا كلمات بنقف عندها بنقول هي الكلمه دي معناها ايه بالظبط، او هل انا بنطقها كده ولا بنطقها كده. هاي، انا عبد الرحمن من انجلش فيرس، والنهارده هنتكلم عن حاجه اسمها هوموجرافز. ايه هي الهوموجرافز دي؟ الهوموجرافز هي كلمات في الانجليزي بيكون ليها نفس السبيلنج، لكن بيكون ليها معاني مختلفه وساعات نطق مختلف. طب ايه السبب ورا ده؟ في اكتر من سبب، بس اكتر سببين ليهم تأثير على الحوار ده هو ان في كلمات في الانجليزي مستعارة من لغات تانية، وان اي تحديث او اي تغيير بيحصل على اللغة الانجليزية ما كانش بينتشر في كل البلاد المتحدثة بالانجليزي وفي كل المناطق المتحدثة بالانجليزي في نفس الوقت. كان ده بيتم على مراحل وبياخد وقت كتير جدا، قد يصل لسنين. فبالتالي نتج عن ده وجود كلمات بيكون ليها اكتر من معنى وبيكون ليها اكتر من نطق. من اكتر الكلمات اللي بنستخدمها واحنا بنتكلم انجليزي وليها نفس النطق بس معاني مختلفه بتكون كلمه زي كان، ممكن تكون بمعنى يستطيع، ممكن تكون بمعنى كان زي الفيكولا. برضه بيكون عندنا كلمه زي رينج، دي ممكن تكون بمعنى خاتم، ممكن تكون برضه بمعنى يرن الجرس زي مثلا يرن الجرس الباب، وممكن تكون بمعنى حلبة مصابعه. عندنا برضو كلمات تانية بيكون ليها نفس السبيلنج بس المعنى والنطق بيكونوا مختلفين عن بعض. مثلا بيكون عندنا كلمة زي دي، ممكن ننطقها ليد وتكون بمعنى يقود، وممكن ننطقها لد وتكون بمعنى معدن الرصاص. وبيكون برضو عندنا كلمة زي دي ممكن ننطقها بمعنى تير زي دمعة، أو تير بمعنى يمزق، أو برضو ممكن تكون بمعنى قطع أو مسق. طب احنا نعرف بقى نميز الكلمات دي ازاي؟ ده بيكون يا اما عن طريق سياق الجمله اللي الكلمه موجوده فيها، او سياق المحادثه اللي تم استخدام الكلمه فيها. ولو حابين تعرفوا تبس اكتر ما تنسوش تزورونا على صفحاتنا على السوشيال ميديا زي فيسبوك، انستجرام، وتيك توك. ولو حابين تعرفوا عروضنا او تحجزوا معانا ممكن تتابعونا على موقعنا www.englishverseeg.com او تسيبوا لنا رساله على الواتساب. مع السلامه.